صباح الخير أم قصي. الآن أنت موجودة بالحلة أم قصي، احكي لنا على هذا الموقف الشجاع. يعني هل ساورك أي نوع من الخوف وأنت تحاولين إنقاذ العشرات من الجنود العراقيين من مجزرة سبايكر؟ أكيد ماكو إنسان ما يخاف، ولكن في وقت إنه تدحج على إنسان مسلم ابنك وأخوك وعراقيك ينذبح بلا سبب، ممكن تقدم روحك وياه، لو تنذبحون لو الله ينقذكم اثنين. احكي لنا كم يوم بقوا يمش ذول الجنود، وأول ما دخلوا البيت شلون احكي لنا على هذا الموقف، شلون اندلوك؟ أكيد كان جرح جديد، كان توهم ذابحين ابني وزوجي وابن أخوي. داعش اللي ذبحوهم؟ خيطت الجرح بيدي وباوعت لهم، قلت يعني أنا ما حد قدر ينقذ لي عيلتي، ولكن أنا ممكن أنقذ من دزيت بنتي وابني مسافة 40 كيلو، راحوا عبروهم ببلم وجابوهم. من شفتهم يعني يمشون ورا بنتي وابني وكأنها أسرى، روحي فرفحت وطارت يعني. ما حسيت حتى للجيران. ايش قد بقوا يمك؟ انا قلبي حسيت الميتين احتيوا وجو، كل عيد يجون يمي وغير العيد هسه يجون، واحد منهم صار بالحشد مالي يمي بالبيت يعني. قريب منك يعني. ام قصي، كم يوم بقوا ذول الجنود العراقيين ببيتك؟ شلون قدرتي توفري لهم الاكل؟ 17 يوم ما شاء الله. الله. أكلهم شربهم نومهم وقعدتهم ويانا داخل البيت يعني شلون الأطفال. يعني صحيح قصي راح، لكن الله عوضني ب30 مليون قصي عراقي يقول يمه. وتدرين ام قصي اكو رياجيل ما يقدرون يسوون هذا اللي انت سويتيه، اكو رياجيل ما يقدرون خوفا من داعش. اذا نصحح المعلومه، ام قصي انقذت 58 جندي عراقي من مجزره ارتكبها تنظيم داعش بحق جنود عراقيين في قاعده سبايكر في حزيران 2014. وعندنا تعليق من المستمع حسن ويانا. نعم مرحبا وياك اسمعي التعليق. ام قصي، هذا الموقف منك انت كمرأة عراقية صبورة، تحن على كل العراقيين، تعتبرهم ابناء. هذا علاج للتعميم. أوراق الصباح.